السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو بتدوري على أكلة اقتصادية وطعمها يجنن وتشبع وتلم العيلة، يبقى لازم تجربي الكشري المصري، الأكلة الشعبية اللي ما يختلفش عليها اتنين، وخطفت قلوب المصريين والعالم بمكونات بسيطة ولكن سرها في زيت البصل. بينا يلا نعمل الكشري المصري في البيت، من أول العدس والمكرونة لحد الدقة والتقلية، بطعم جنان وتحفة ومش هتصدقي اللي هو معمول في البيت. يلا بينا نعمل الخطوات. بزيت غزير على النار ننزل بالبصل زي ما انتوا شايفينه، مخرطاه رقيق خالص علشان يطلع بيقرمش ويكون طعمه حلو. ما بحطلهوش اي حاجة ولا دقيق ولا نشا ولا اي حاجة، انا بخرطه وبحمره على طول، بيطلع بيقرمش وبيطلع طعمه حلو وما بيكونش عليه اي حاجة. زي ما انتوا شايفين كده محمره حلو، بس ما يكونش ياخد اللون الغامق المحروق، لا، اللون الذهبي كده، وباجي مطلعه على طول زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجه ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي، طلعت البصل وهوريه لكم برضو، حطيته في مصفى زي ما انتوا شايفين اهو، بتك عليه كمان اهو، بيتكسر وبيقرمش. الزيت بقى اللي هو بتاع البصل نزلنا عليه بالشعرية، دي نص كيلو شعرية زي ما انتوا شايفين كده. بقى نقلبه بقى كل ده ببعضه كده. هو سر الكشري هو في الزيت اللي بتاع البصل، بيدي نكهة حلوة وبيدي نكهة المحلات، هو ده السر والطعم. نحمر بقى حلو كده عما توصل بقى لدرجة اللون اللي انتوا شايفينها دي، احلى لون ده. انزل بقى عليها بالرز زي ما انتوا شايفين كده اهو يا حبايبي. اقلب بقى اشوحه كله ببعضه كده، يعني ايه، ما زودتهوش الميه على طول، لا، اقلب فيه شويه كده عما يسخن كله مع بعضه، وانزل عليه بالعدس. العدس بكون نقعاه او بلاه ساعتين 3 4 كده، او عايزه تعمله على طول تكوني بلاه على طول في ميه سخنه، هيديك النتيجه برضو. ده ربع كيلو عدس، هننزل بقى عليه بالرز على الشعرية على العدس كله ببعضه كده في حلة واحدة زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. نقلب بقى كل ده مع بعضه كده، ونزوده بقى المية يا دوب يغطيه، مية بس، مية سخنة تغطيه، ونزودوه بالملح والكمون والكزبرة وشوية فلفل، ونقلب بقى كل ده مع بعضه. ما نكترش المية علشان ما يطلعش معجن، يا دوب يغطي الرز بالشعرية وكده علشان يطلع مفلفل. حلة على النار بقى، نحط لها معلقتين ملح، وننزل بقى بأول كيس اللي هو الصغير ده، ياخد غلوتين شوية صغيرين، ونحط الكيس التاني اللي هو الاسباجيتي، نسيبه بقى يغلي، ونيجي بقى ايه نعمله التقلية بتاعت الكشري. فصين توم عما يطلعوا ريحتهم ويصفروا بسيط كده، ننزل بشوية بهارات كمون وكزبرة، ونقلب بقى كله مع بعضه كده. نقلب نقلب عما ريحة التوابل دي تتحمص كده وتطلع. ننزل بقى عليها بالطماطم، ضربينها في الخلاط ومصفيينها. اهم حاجة التكات دي اهي بتغلي على اخرها اهي. نيجي احنا بقى ضايفين لها نص معلقة صغيرة من الملح، وضفنا لها كمان معلقتين من الصلصة علشان تزود اللون والطعم شوية. اهو يا حبايبي، نزود لها بقى شوية كمون ونص معلقة كده صغيرة من السكر علشان حموضة الطماطم، ونحط لها بقى كمان فلفل وشطة وكده اللي حابب يحط. نيجي بقى نعمله بقى ايه التومة، تومة الكشري بقى، توم، كمون، بابريكا، كزبرة، شوية ملح، كل حاجة كل حاجة قدامكم اهي، وبرده معلقة صغيرة سكر، كوبايتين مية على كوباية خل، ونعصر عليها ليمونة، ونقلب بقى كل ده مع بعضه ونرفعه على النار
او عايزاها على البارد مفيش مشكلة، بس انا حطيتها على النار. نعمله بقى الشطة. هنحط شوية زيت من بتاع البصل برضو اللي احنا محمرين فيه البصل، وهنحط معلقتين شطة، ونقلب بقى كل ده عما يغلي، والريحة تطلع بقى كده وتقعدي تكحي تكحي وما انتش عارفة تاخدي نفسك. يبقى هي كده بقى ايه الشطة ايه اتحمصت في الزيت. نيجي احنا نازلين عليها بمعلقتين 3 من الصلصة اللي احنا لسه عاملينها بتاع الكشري، وننزل عليها كمان معلقتين 3 من التوم، ونقلب بقى كل ده مع بعضه كده، ونزود لها يجي كوباية مية او نص كوباية مية، نسيبها بقى تغلي شوية على النار. خطوات سهلة وبسيطة وطبق يشهي وطعمه حلو واقتصادي ويلم العيلة كده، وما فيهوش حد يقول لا عليه، كله بيحب الكشري. زي ما انتم شايفين بقى كل حاجة جهزت. المكرونة خلاص سلقناها وطلعت، وكمان الصلصة خلاص طابت واتسبكت حلو، والرز بالشعرية بالعدس كله زي ما هو اهو قدامكم مفلفل. نجهز بقى الطبق بتاعنا اللي يشهي ويفتح النفس. زي ما انتم شايفين اهو يا حبايبي قدمته مع الشطة ومع التوم. ده العشق، ده الطبق ده طبق العشق، ده احلى طبق ده. يعني الكشري ده رقم واحد بالنسبة لي، احلى طبق شعبي ده هو رقم واحد في مصر هو الكشري. نقلب بقى ايه ناكله بقى كده معلقتين وياكم اوريهولكم. حطيت معلقة توم على شوية شطة صغيرين كده، على شوية بصل بيقرقش وبيقرمش كده زي ما انتم شايفين كده، وبألف هنا وشفا يا حبايبي.